ثم أرسل إليهم رسول لقرجر يمن الترك معاذ بن جبل معاذ المجبل قرأ زري حمير موتة يمن الترك موتين جراغا كنو قرقودا بكما كان حارس بن عبد كلال بن عيم عبد كلال بن عيم مع رجال ديرو وندنو دا وجه معاذين ارقي برس قليل من أصحاب النبي نصحاب نبي راكنتان ديرو وندنو سلي على الكورة العلياء أرسلهم جريرقي على الكورة العلياء قدنا الآن تورتي جريرقي من جهة عدن من جهة عدن جنان قرى عدن جريرقي والسكاسك بين السكون جنان على الكورة العلياء علياء قدنا أوليتين قدرقي من جهة عدن كرى عدن قدرقي بين السكون والسكاسك يدو قند سكون سكاسك قدرقي يوكان مو يدو جبل سكون سكاسك قدرقي وكان قاضيا وحاكما في الحروب بين جبل السكون والسكاسك وكانتين إقاي معاذ قاضيا كامرتي قدو يمن الرت وحاكما قاضي دسي وحاكما مرتيسا دسي في الهروب لولا كيست سمت ومرتيس معاذ وعاملا كورة بوتا قدنا سكون سكاسك مو اسم جبلين وعاملا على أخذ الصدقة والجزية غندنا نوسن افتب مسني وام مجدا وكانت معاذ قاضيا مرتسان سسما وحاكما أمو مرتسان سسما في الحروب لولا تذكر كان ديما مجيتشوب وعاملا الصدقة والجزية وعاملا وقنا نسسم على أخذ الصدقة زكاة فوتشوف والجزية قبل يهودا يمن الرافوتشو كيستسي ويصلي بهم الصلوات الخمسة ويصلي بهم جرعا صلاة الصلوات الخمسة صلاة وقت شننس جروا مع الصلاة وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وبعث يرقي رسولي أبا موسى الأشعري سرقي على الكورة السفلى قدنا دكات جل قرقديتس ارقي زبيد ومعرب وزمع والساحل قرية زبيد قند زبيدي قبدي قدني كوي سفلان موغن قدني جالون موغن زبيد قبدي معربين قبدي وزمعين قند زمعي قبدي والسواهل داري بهرواني سواهل قند سواهل قبدي والساهل جناني قند ساهل قبدي داري بهري جتشود مكان معنان وقال يسر ولا تعسر وبشر وقال النبي نبي جد يا معاذ يا أبا موسى يسر أمري لا فسا أواست ولا تعسر اتنجبيسنا وبشر أقمتشيسا منا ولا تنفر عن الدين دين الرمبك تشيسنا جد وتطاو ولين بلامو في الأحكام ولا تختلف ولن بنا شيك لماني شيك باب لتا ولن بنا جد شيك قدنا غارف قد ولن بنا مكث معاذ باليمن وقد مكث دغات تر معاذ باليمن يمني تري توفي رسول الله أما رسول دوية الدنيا رادمت أما أبو موسى الأشعري أبا موسى الأشعري نمو رضي الله عنه ربي جبين سزراها فقدم عليه رسول بردفين في حجة الوداع بمكة في حجة الوداع مكة حجنا منا كيستي وفد همدان باب بياني بابي فقلشودا وفد همدان وبعث خالد وعلي وفد همدان كيسما همدان وفد همدان كيسما همدان دبتا كيسما همدان باب بيان بابي فقلتودا وفد همدانا كيسما همداني وبعثوا النبي خالد وعلي نبي خالدين عليين قرى همدان ارقو ربة يمن قبيلة مشهورة باليمن همدان يجون قبيلة إسنغوس مشهورة بكم تود باليمن يمن كيزتين وفدها سنة 9 من الهجرة قدم المدينة مدينة قال وفدها كيسمان همدان سنة 9 من الهجرة
هجرة الرابر سقلي بعد مرجعه اللهم بعد مرجعه ارقى رسول ديبي تبوك الراه وفيهم مالك بن النمط وفيهم حالك ثم سنك سجرون مالك بن النمط مالك المنمط تخجرك شاعرا مجيدا وكانت لي شاعرا واللسان مجيدا دب بريتشو مجيد الكلام والخطاب دب بريتشا نمات بالشعر وللوسات فقال نجدقا مالك المنمط في شعره شعري ساكيستي حلفت إلى منى صوادر بالركبان من حطم قردي بأن رسول الله فينا مصدق رسولنا أتى من عند ذي العرش مهتدي فما هملت من ناقة فوق رأسها أشد على أعدائه من محمد حلفت برب الراقصات إلى منن سوادر بالركبان من حطة القردد بأن رسول الله فينا مصدق رسولنا أتى من عند ذي العرش مهتدي فما هملت من ناقة فوق رأسها أشد على أعدائه من محمد بريدة حلفت برب الراقصات أكا مدينة قليل مالك المنمط واللي سنبي برتائي حلفت ننكا قد جدا برب ربي الراقصات واللي استوتهن دخلكين كقدج يو كان مو بربي حالي حلفتك قد بربي ربي الراقصات قال ديمتو خلكين كقد إلى منن غرمناتي قال ديمتو خلكين كقد الراقصات جنان الماشيات أي الركوب الماشيات جنان نقاده وكان قال ديمتو إلى منن غرمناتي ديمتو ربي خلكين سوادر كان في الدو بالركبان نقاده كان في الدو قال لسن حلفتك قد برب الراقصات ربي قالوا ديمتو خلقين إلى من أنقر منات ديمتو خلقين كقد سوادر كم في الدو بالركبان نقاد كم في الدو من حضب قردد من حضب قردد جناني بي حضب قردد الراكابتي كم في الدو كنان كقد فقور راكابتي كم في الدو كقد جدين بأن رسول الله فينا مصدق بأن رسول الله فينا مصدق رسولنا من عند ذي العرش مهتدي بأن رسول الله فينا مصدق بأن رسول الله إرجما ربي جدين كقدا فينا نكيس ورها مدان كي ست مصدق وقوم سما دين سوسي فمن تكا رسولنا من عند ذي العرش مهتدي هو رسول إني إرجما داتا كان نتلوفي من عند ذي العرش أبا عرشي برا نتلوفي ربي عرشي خلك أجيو لترقى برا نتلوفي مهتد قجيلا كنت إرجما سنو قجيلا كنت جدي وليس فما حملت بعدن من ناقة قال لتكيوم بعدن فوق رحلها جناني قبا كوراسي تقال لتكيوهم بعدن على أعدائه أشد جناني وعن الرجباتات على أعدائه جنان دين سارت وعن الرجباتات من محمد شالا نما دين ربي تعدويت محمد شالا قال لباتهم بيكتو فكتب لهم رسول الله أشد فما حملت بعد من ناقة قال لي فوق رحلها كوراسي رت شد نما الرجبات على أعداء الله عدوي ربي رتي نما جبات من محمد شالا كوران نما دين ربي بليس نما عدوي ربي بليس قرآن قال نبي محمد على باتهم بيكتو نما عدوي أبا ما قول تور فكتب لهم رسول الله اللهم صل على محمد إرجما ربي جراف بريس كتابا تلا بريدا بريس وأقطعهم فيه ما سألوه وأقطعهم جراف مرتيس فيه كتاب سنة كيست جراف مرتيس مال وعن جري قافتهم دجراف متيسم واستعمل مالك ابن النمط واستعمل شومي مالك ابن النمط الشاعر مالك المنمط واللي سجا
شومه على من أسلم من قومه على من أسلم عباس الرت من قومه زري سار عباس وبعث خالد بن الوليد إيقنا خالد الموليد إرقي يدعو بقيتهم إلى الإسلام يدعو وقوام بقيتهم نمجر الراحة إلى الإسلام قال إسلام مات فمكث فيهم 6 أشهر مكث خالد تري فيهم جرى كيس 6 أشهر جاء قوتو تري خالد لم يسلموا فلم يسلموا ولم يسلموا على جر إسلام ما تنقليني ما بعث إليهم علي بن أبي طالب إيقنا بعث إليهم نبي جرت ترقى علي المبا طالب إرقي وأمره أن يكفل وأمره إساجج يكفل خالدا يكفل إرقو إلى المدينة مدينة تصنع الجد خالد قلت وفي الشتة في جدن ففعل أن يرجع ففعل علي في لك خالد قلت وقرأ عليهم كتابا لرسول الله اللهم صل على محمد وعلى وقرأني قرأ عليهم جررت كتابا لرسول الله إرقم ربي تفتي قرأ ودعاهم جرني وعامي إلى الإسلام فأسلموا قرأ إسلام ما توامنا إسلام ما تقبلا كتب البشارة إلى رسول الله اللهم صل على فكتب بريس عليين البشارة قمت بريس قرأ رسولاتي خر ساجدا فخر النبي ساجدا شكرا لله سجودي شكري ربي بوي نبيين ثم رفع رأسه فقال إيقنا متاساس سجود الرأول فودي نبيين فقال جدين السلام على همدان السلام على همدان نجيني هاتو همدان الرتي نجيني هاتو همدان الرتي وفد بني عبد المداني كويا قول الرتي كنا مننجد الرديبي حالفت برب الراقصات إلى منن سوادر بالركبان من حضب قرددي بأن رسول الله فينا مصدق رسولنا أتى من عند ذي العرش مهتدي فما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد وفد بني عبد المداني باب بياني بابي فقلت وفد كيسما بني عبد المداني كيسما المان عبد المدان ثم بعث رسول الله اللهم صل على محمد إيقنا إرقما ربي إرقم خالد الموليد إرق نبييني في ربيع الآخر جي ربيع الآخر كيس إرق سنة 10 من الهجرة براء كرنفا هجرة الرام إلى بني عبد المداني قرأ المان عبد المداني ترق من أرض اليمن بنجرانا بوتا نجران الرترق من أرض اليمن دجي بي يمن الراي يدعوهم إلى الإسلام 3 أيام ليدعوهم كجرواموف إلى الإسلام قرأ إسلام ماتي 3 أيام قيا سدي أكا إني جروامو رسولنا ما يرقي فإن أبوا قاتلهم خالدين إرقي خالد ما فإن أبوا يجرد قاتلهم جرانا كلولو فرق نبيين فلما قدم إليهم قرى جراد في جنة خالد بعث الركبان جمعوا في إرقة في كل وجه قروندت إرقة يدعون إلى الإسلام سفر كيس في الديار يدعون قواما إلى الإسلام قرى إسلام ويقولون أسلموا تسلموا ويقولون كان جدا أسلموا إسلام ما قبدا تسلموا عن النار جهنم الران جابات ويتنجو فأسلموا إسلامان فأقام خالد تري بينهم يدو جرا تري يعلمهم على جرى برسيسون الإسلام إسلام وكتب بذلك إلى رسول الله اللهم صل على محمد وكتب بذلك الإسلام والتعليم إسلام ما قبتني جنانا برسيسو فجر رسول بريس فأرسل إليه أن يقدم فأرسل نبي يرقى إليه قرى خالد يقدم بوفدهم ففعل يقدم المدينة أكا خالد مدينة قالوا بوفدهم كيسما جرى فدو قطوقا جنان ففعل خالد
خالد جت المجيء إلى المدينة بوفدهم كيسما بني مدام فلتيدو في فلما اجتمعوا أي التقوا به رسولا والكاني جنة قال لهم جران جد نبي بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية بما كنتم معلوما تاتني جد تغلبون كان انجفتن من قاتلكم نما يسنين للو في زمن الجاهلية بر جاهلية يا جران جدين قالوا كنا نجتمع ولا نتفرق قالوا نجدا كنا نتاني نجتمع والاتقاب من بكة كجرانا على القتال ولا نتفرق والدم فجان بالرأي جدا والجسد بالرأي والجسد ولا نتفرق الدم بانوا بالرأي والجسد ولا نبدأ أحدا بالظلم ولا نبدع الدم بافن ولا نبدأ أحدا بظلم ولا نبدأ إن جلكمن أحدا نمتقيو بظلم مدادا إن جلكمن جدا قال نبي نجد صدقتم لقا دبتن جد وأمر عليهم قيس بن الحسين جررت شوم قيس حسين جررت شوم إلى قومهم بيا جرات دبيا في بقية شوال حفتبات شوال كيس أو صدر ذي القعدة وكان ولجي ذي القعدة أرسلوا إليهم عمرو بن حزم ما أرسل النبي ويقنا نبي نرجع إليهم جرجرات نرجع جنان عمرو بن حزم عمرو المحزمي جرت يرجع ليفقههم في الدين حق جروا برسيس ديني كيست ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويعلمهم كجر برسيس السنة سنة نبيتي في ومعالم الإسلام بكم سي إسلام ما ويأخذ منهم صدقات حق زكاة جر الرافود مدينة ترقو بذلك كتابا وكتب له جناني عمرو بن حزمي تبريس رسولي له بذلك الولاية موت ما كنا قباچو داني سابر ريس كتابا تليا وهو كتاب مشهور جدا إني تليا بك ما داكان الدنيا بك إسلام بني مزهجي باب بيان باب فقلت الإسلامي أسلموا بني مزهج وهي أيضا قبيلة يمانية أرسل إليهم رسول الله اللهم صل إسير زدت دبني قبيلة يمانية زري جرى يماني إرقمان ربي إرقى علي بن أبي طالب في رمضان سنة 10 علي المبا طالب رمضان كيسا سنة 10 بركدني من الهجرة ليدعوهم إلى الإسلام حق جرى مقر إسلام ما وامره علي جاجي ألا يقاتلهم ألا يقاتلهم أكن جرى اللي حتى يقاتلوه أنجيس إنجري سلولا فلما انتهى إليهم ولقي جموعهم دعاهم إلى الإسلام فلما انتهى علي جنان إليهم جرجرا ولقي والجيجنان جموعهم جمع جرات دعاهم جروام إلى الإسلام علي جر إسلام ماتي ورموا المسلمين بالنبل فأبوا ردني ورموا تقصنا المسلمين مسلم توتت بالنبل تيتي فصف علي مع أصحابه وقاتلهم حتى أزاح فصف تريتنك علي تريت رابته مع أصحابه جمع ساتي وجم وقاتلهم جرال لبني مزهجي أما جرى إنجي فتت غلبهم قليلا فكفوا قبيان طلبهم جرى بربادورا قليلا تكوسي ثم لحقهم ودعاهم إلى الإسلام أركوا قبل زمنا قليلا يروق بابا ثم لحقهم إيقنا بقى تاجراتك قبي ودعاهم جروام إلى الإسلام قر إسلام ما فاسلموا إسلام ما قبتنا انقفل وبايعه ولي فهدي قل رؤساؤهم متوتين جرا وقالوا نجدا نحن على من وراءنا من قومنا وقالوا نجدا نحن أمير نتو أمير ودعاة نتواما على من وراءنا إنما دودوب كينيا رتي نتشوميدا من قومنا زري كينيا راني كاجيل فن صدقاتنا إسين كن موكنو زكاة كينيا رسولة نوغيسي فخذ منها يسير رافو لحق الله حق ربي ففعل علي نجما نجت الزكاة فودي قال ثم رجع إلى رسول الله اللهم صل على محمد وعلى إيقنا قرى رسول ديبين فوافاه بمكة
مكة في حج رسول كنا من مكة رسول كنا من علي في حجة الوداع يجد منا كيستي قال دب فولدك عليين وفد أزد شنوة باب بيان بابي فقل شودا وفد كيس ما مدينة نفي بني شنو آرى يمن مجر أزدم هم بنو شنوة هي أيضا إسين ست دبني قبيلة مشهورة أزدي شنو أزري بكم تودا في جهة اليمن قرم يمن سنجرت توافدوا برئاسة سرد بن عبد الله الأزدي توافدوا كيس مما في مدينة أنقلني أي قدموا المدينة برئاسة وقنس سرد الم عبد الله الأزدي سرد الم عبد الله جرى وقني فولدك فأسلموا باركوا إسلاماني فأمره سرد الم عبد الله الأزدي شوم رسول عليهم جررت وأمره إساجد بمن أسلم من يليهم يجاهد جهادتهم تلو لجد رسولي بمن أسلم أبا سلم فدوتي من يلينا من ستيان نانو بيجر من أهل الشرك مشرك توتا نانو كيسانياتهم تلولوني دندي سجرين بن عبد الله البجلي وحدم ذي الخلصة ثم جرير المعبد الله يمن الرافو دي رسولة في دبجوف كان أزمة ترابط